بما اننا قبل كده عملنا فيديو ترشيحات موبايلات في الفئه الاقتصاديه لغايه 10000 جنيه او 200 دولار، والحمد لله الفيديو عجب ناس كتير. فيلا يا صاحبي فيديو ترشيحات جديد في فئه رخمه شويه، وهي بدايه الفئه المتوسطه من اول 10000 جنيه لغايه 15000 او من 200 دولار ل 300 دولار. وزي ما قلت لك انا هجيب لك افضل موبايل بالسعر اللي معاك، لان الفئه دي رخمه شويه. انت بتلاقي موبايل شاشته عاليه بس تجربه الصوت فيه وحشه، تلاقي موبايل تاني كاميراته عدد لا نهائي من الميجا بكسل بس مفيش معالج حلو يعالج الكلام ده. فيلا بينا نبدا باول مبلغ كده لو معاك، وهو 10000 جنيه. في موبايل معانا من الفيديو اللي فات وهو السامسونج اي 25. ده هتلاقيه في حدود ال 10000، ولما تشتري الشاحن ومش عارف ايه هيوصل معاك ل 11000 مثلا، وده سعر حلو برضه. ليه بقى؟ معالج الاكزينوس 1280، وده يعتبر افضل معالج بالسعر ده، اعلى من الجي 99 اللي في الريلمي 11 4G اللي برضه بنفس السعر. وانا بقارن الاي 25 بموبايل قديم اللي هو الريلمي 11 4G مش الريلمي 12، ده لان الريلمي 12 4G اضعف بكتير في المعالج من الريلمي 11 4G وكمان بنفس السعر. فلو انت هتفكر بين حاجتين ب 10 11000 يبقى فكر ما بين الاي 25 والريلمي 11 4G. طيب هتختار مين فيهم بقى؟ والله على حسب احتياجك. الريلمي 11 فيه معالج الجي 99 وده معالج كويس، والسامسونج فيه الاكزينوس 1280 وده اقوى من الجي 99. الريلمي يعتبر فيه كاميرا واحده 108 ميجا بكسل وفيه كاميرا ثانيه للعزل 2 ميجا بكسل. اما السامسونج هتلاقي فيه رصه كاميرات حلوه، عندك الاساسيه 50 ميجا بكسل، كاميرا ثانيه الترا وايد 8 ميجا بكسل، وكاميرا ثالثه دي للعزل 2 ميجا بكسل. وفي حاجه كمان في الكاميرات ان السامسونج اي 25 بيصور فيديوز 4K، اما الريلمي 11 اخره بيصور فيديوز فول اتش دي. وغير كده معالج الاكزينوس مع السامسونج فهيبقى احسن في التصوير عموما من الريلمي 11. انا بصراحه بحس ان الصور طالعه متعدل عليها بالاي اي حتى لو انت مش مفعل الاوبشن ده. اما السامسونج هتبقى تجربه الكاميرات فيه افضل من وجهه نظري، خصوصا تصوير الاشخاص. وفي حاجه وحشه في السامسونج ان سرعه الشحن فيه 25 واط بس مقارنه بالريلمي 67 واط. السامسونج في الالعاب هيشغل بابجي معاك على 60 هرتز بس مش هتبقى ثابته لان المعالج هيسخن فبالتالي هتنزل. اما الريلمي هيشغل بابجي معاك على 40 هرتز وهتبقى ثابته معاك عادي. وكمان السامسونج شاشته 120 هرتز اما الريلمي شاشته 90 هرتز بس. وفي حته كمان ان الاي 25 احدث سنه من الريلمي 11، وكمان الاي 25 معاك 4 سنين تحديثات، اما الريلمي 11 تقريبا الاندرويد الجاي هو اخر تحديث هيوصل. طيب ايه خلاصه الكلام ده؟ انت هتيجي تختار بين الريلمي 11 4G والاي 25. لو انت عايز موبايل للالعاب والموبايل ده تروح تشحنه على طول وترجع تلعب تاني ومش همك قوي حوار التحديثات ولا التصوير والكلام ده كله، فاختار الريلمي 11 4G. عايز موبايل يكون حلو برضه في الالعاب وكل حاجه بس مش ده اهتمامك الاساسي، ولما الموبايل يفصل تسيبه على الشحن براحته، وتكون عايز موبايل برضه للتصوير سواء بتصور نفسك او بتصور فيديوز زي كده مثلا، فاختار السامسونج اي 25. وحط في دماغك برضه حته السعر ان الريلمي هتلاقيه بنفس سعر السامسونج اي 25 بس الريلمي معاه كل حاجه في العلبه، اما السامسونج انت لسه هتشتري شاحن وجراب وما اعرفش ايه، فالموضوع هيزيد معاك شويه. فدي خلاصه اول جزء. لو معاك 10 11000 تختار مين؟ لو زودت شويه من 12 ل 13000 هتلاقي موبايلين، الريلمي 12 5G والريدمي نوت 13 برو. بس انت لسه ما عملتش لايك على فكره، اعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده مثلا ل 1000 لايك في اسبوعين كده. واسالني برضو على اي موبايل انت عايز تشتريه سواء هنا في الكومنتات او خش قول لي على الانستجرام اللي بينزل عليه محتوى رايق على فكره بس انت مش متابع. كل يوميا تقريبا بننزل فيديو جديد على الانستجرام، فاللينك تحت في الديسكربشن، اعمل لي فولو برضو عشان يوصلك كل الجديد. واكيد طبعا لو انت عايز تعرف اكتر عن التكنولوجيا والموبايلات فاشترك في القناه هنا عشان يوصلك كل اللي جاي. فبس المهم بقى ان الريلمي 12 5G فيه عيب ان هو ضمان دولي مش موجود ضمان محلي في مصر، فبالتالي انا ممكن استبعده بالسعر ده على الرغم ان هو فيه معالج اقوى من النوت 13 برو. ففي الاخر هتلاقي قدامك من 12 ل 13000 موبايل ممتاز وهو الريدمي نوت 13 برو. الموبايل ده حرفيا قنبله مواصفات الا المعالج اللي فيه مش اقوى معالج على السعر ده، بس برضه مش هيقول لك لا على اي حاجه. معالج الجي 99 الترا كان يفضل ان هو يبقى فيه معالج اعلى من كده، وليكن مثلا الدايمنستي 1080، بس شاومي نزلت كده واهتمت بالحاجات الثانيه اكتر من المعالج، فهتلاقي ان هو مميز في حاجات كتير مش موجوده في موبايلات ثانيه بنفس السعر وباسعار اعلى كمان. عندك الكاميرا الاساسيه هنا مثلا 200 ميجا بكسل وحرفيا هتديك صور في حته ثانيه، يعني مش ارقام على الفاضي، لا كاميرات فعلا هتديك صور محترمه. كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل وكاميرا ثالثه ماكرو 2 ميجا بكسل، وزي ما قلت لك اداء الكاميرات هيبقى مميز في الموبايل ده. ومش بس الكاميرات المميزه هنا في الموبايل ده، لا الشاشه كمان اموليد بسطوع بيوصل ل 1300 نتس وده يعتبر اعلى سطوع برضو على السعر ده. الشاشه دي 120 هرتز محميه بكورنينج جوريلا جلاس كلاس 5 فمش هتخاف عليها لو الموبايل وقع منك ولا حاجه. وكمان ستيريو سبيكرز بقى عشان تاخد افضل تجربه مشاهده بالموبايل ده. وبطاريه كبيره 5000 ملي امبير وشاحن سريع 67 واط موجود في العلبه برضو، فمش هتدفع حاجه فوق سعر الموبايل. والموبايل نازل باندرويد 13 ومعاك 3 سنين تحديثات كمان، فلسه قدامك اندرويدين كمان جايين اهو، ونازل بواجهه شاومي الجديده هايبر او اس. بس في مشكلتين، الموبايل ده ما بيصورش فيديوز 4K، وده ينقلنا للنقطه الثانيه وهي المعالج اللي هنا. هو مش اقوى معالج بس انت واخد تشكيله كده على بعض فارضى بيها وخلاص. شاومي هنا اهتمت بالحاجات الثانيه اكتر من المعالج، وده مش عاده شاومي بس اللي عملته.
هتزود شويه بقى ل 13000، سكه ال 13000 ونص هتلاقي موبايلين من اوبو، الرينو 11 اف والرينو 12 اف. ناس كتير هتلاقيها بترشح ال 12 اف على ال 11 اف، بس انا بصراحه هختار ال 11 اف. ليه بقى؟ ده الفيديو اللي فات يا صاحبي، تقدر ترجع تشوفه وتعرف ليه انا اخترت الموبايل ده بالتفصيل. بس على العموم هقول لك انا برضو ليه ال 11 اف في السريع كده عشان الفيديو يبقى كامل. بس معالج قوي دايمنستي 7050، عندك كاميرات هتديك اداء ممتاز، شاحن سريع 67 واط، وشاشه اموليد 120 هرتز، وبيصور فيديوز 4K، وهيشغل معاك اي العاب انت عايزها، وترابيزات بلياردو وبنج. بس هتيجي برضو تلاقي فيه مشكلتين، ان صوت الموبايل ده صوت مونو مش ستيريو، يعني الصوت بيطلع لك من سماعه واحده بس. هو يبقى صوت عالي وكل حاجه بس مش صوت ستيريو زي الرينو 12 اف. والمشكله الثانيه بقى ان الرينو 12 اف نازل بمميزات AI كتير، دي كلها مش هتلاقيها في ال 11 اف. بس يعني ده انا مش شايفها مشكله، عادي انت ممكن تستخدم برامج والكلام ده كله، الموضوع هيمشي يعني عادي. المهم هتزود مبلغ بسيط توصل ل 13000 ونص لغايه 15000 كمان، هتلاقي موبايل من سامسونج وهو الاي 35، افضل موبايل عموما بالسعر ده، واول موبايل ينزل بالسعر ده بيدعم الاي سيم او الشريحه الافتراضيه اللي خلاص هتتفعل في مصر هي اليومين الجايين، وهتقدر تمشي بموبايل فيه 3 خطوط عادي خالص، ده بسبب الاي سيم الموجوده في الموبايل. بس تعال نشوف برضو ليه ده يعتبر افضل موبايل انا اخترته بالسعر ده. هتلاقي هنا شاشه سوبر اموليد 120 هرتز بشكل النوتش الجديد، وده يعتبر برضو اول موبايل من سامسونج في فئه الايه ينزل بشكل النوتش الجديد، اللي قبله كله بشكل الوتر دروب القديم ده خالص. المهم شاشه الموبايل ده حرفيا كالوان واداء هتاخد منها اداء رهيب. الموبايل شاشته محميه بطبقه حمايه فيكتاس بلس، والموبايل جاي بمعيار امان IP67، فمش هتخاف على الموبايل لو وقع منك ولا حاجه. معالج ممتاز من سامسونج الاكزينوس 1380 هيديك افضل اداء بالسعر ده، مع رصه الكاميرات دي ال 50 ميجا بكسل اساسيه و8 الترا وايد و2 ماكرو، وطبعا هيديك اداء خرافي في تصوير الاشخاص او حتى اي حاجه بتصورها، وصوت ستيريو واولويز بلاي، وكمان بصمه تحت الشاشه. دي كلها حاجات على فكره جايه من الفئه المتوسطه العليا بسعر اعلى من كده، انت هتاخدها بالسعر ده. وكمان حوار التحديثات، انت معاك 4 سنين تحديثات، فده جامد. بس برضه هتيجي تلاقي مشكله علبه فاضيه، فانت هتحتاج تشتري الشاحن وهتحتاج تشتري جراب، فسعر الموبايل هيعلى شويه عن 13 ونص. وبرضه الموبايل هنا بيجي بسرعه شحن 25 واط، بس ده الطبيعي على سامسونج يعني، فتقبله عادي. الموبايل ده حرفيا يستاهل كل حاجه بتدفع فيه، وانا مش لاقي له بديل يعني غير تقريبا الاونر اكس 9 بي. الموبايل ده سعره نزل دلوقتي عن زمان، ويعتبر برضه من الموبايلات المميزه بالسعر ده، وفي شويه مميزات جامده كده زي السناب دراجون 6 جين 1، معالج قديم شويه بس هيديك اداء حلو برضه ومستقر في الالعاب. شاشه الموبايل ده تحفه بصراحه، وبصمه تحت الشاشه، بس يمكن كاميراته مش هتبقى بنفس قوه كاميرات السامسونج اي 35. بس الموبايل ده في حاجه مميزه، وهي بطاريته بصراحه جباره 5800 ملي امبير. انا ما شفتش موبايل قبل كده بطاريته بالحجم ده بالسعر ده، ولا باسعار اعلى كمان، مع شحن سريع 35 واط. فشوف بقى انت حابب ايه. الاي 35 نازل بمعالج جديد وهيديك اداء ممتاز في التصوير وفي الالعاب وفي كل حاجه، والاونر 9 اكس بي هيديك برضه اداء حلو في الالعاب، بس معالجه قديم شويه مش افضل اداء في التصوير، بس برضه الموبايل فيه شويه حاجات تانية حلوه، وكمان تصميمه برضه حلو ومميز. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو. المهم ما تكونش نسيت اللايك، واكيد لو عجبك الفيديو وعايز تشوف فيديوهات اكتر ما تنساش الاشتراك في القناه هنا، وهسيب لك برضه لينك الانستجرام في اول كومنت تحت لو حابب تعمل لي فولو على الانستجرام. وبس اشوفكم فيديو جديد، السلام عليكم.